السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاملين إيه يا أحباب؟ طبعا قبل ما نبدأ لازم نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هنا كنا في السيدة زينب رضي الله عنها. كنا هنصلي بقى أو صلينا وفطرنا وكده الطريق ده، واحنا رايحين على إيه؟ على الحسين رضي الله عنه. تمام تمام. انا حبيت اصور لكم بس الاجواء، بس ما شاء الله ولا قوه الا بالله. دي طبعا السيده زينب من الداخل يا جماعه. دي السيده زينب قبل ايه؟ قبل ما نمشي، لان الفيديو هاي الفيديو ده والفيديو التاني اتلخبطوا ببعض. تمام تمام. صلوا على رسول الله يا حبايب قلبي. انا عايزه اقول لكم المكان ده فيه كميه راحه نفسيه يا اولاد ما شاء الله. بس احنا طبعا ندعي ربنا سبحانه وتعالى بأي حاجة عندنا، إن ربنا يشفي مرضانا ويهدي ولادنا ويصلح حالنا وحال المسلمين يا رب العالمين، وينصر الإسلام في كل مكان يا رب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا رب. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال عظمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهنا بقى يا حبايب قلبي كنا ابو احمد اللي صور، اللي هو اللي عمل لي الفيديو ده والفيديو التاني. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. فاحنا حبينا بس ايه، ناخدكم معانا في الجولة دي. آه بس ما شاء الله الجولة حلوة جدا واليوم كان حلو وعدى ما شاء الله. اتبسطنا جدا والله. بس انا بالنسبة ليا للفول والطعمية انا بتعب منه بصراحة، يعني بيني وما بينكم كده. الفول والطعمية عشان عندي القولون بيتعبني حنين جدا ما شاء الله ولا قوة حنين إلا بالله. حنين. تمام. فالأستاذ سليم طبعا قاعد معايا وأنا بظبط الفيديو. ما شاء الله. هنا بقى كان الحسين يا ولاد رضي الله عنه. ما شاء الله الأجواء جميلة جميلة زي ما قلت لكم. وحاجة بصراحة، يعني هي كانت زحمة. يعني أنا عايزة أقول لكم كان زحمة. يعني إحنا أيوة. صلينا بس خلاص يا ياسمين. احنا صلينا الجمعة في السيدة زينب، وصلينا العصر في الحسين رضي الله عنه. فالمكان سواء ده أو ده، المكانين ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. حاجة حلوة جدا. أما الحمام اللي هتشوفوه في آخر الفيديو ده كان في الأزهر يا ولاد. ده كان في الازهر. كنت رايحه الحاجه كده ومشيت على طول، يعني ما دخلتش الازهر من جوه. يعني انا كنت من بره بس كده، فشفت الحمام ده قلت ايه هصوره لكم. فابو احمد طبعا شاف الراجل ده هو نايم صوره لي برضه. هو كده يا عيني نايم وهيقوم يصلي عادي، يعني ربنا يتقبل منه. شكله مريض ربنا